السعودية تستضيف نهائيات كأس العالم 2034. أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسميا فوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم للرجال. وحظي الملف السعودي بإشادة أكثر من 200 اتحاد عضو في الفيفا، وشاركوا عن بعد في اجتماع عبر الإنترنت استضافه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في زيورخ يوم الأربعاء. وقال إنفانتينو الذي طلب من المسؤولين على مجموعة من الشاشات التصفيق بأيديهم على مستوى الرأس لإظهار دعمهم: تصويت الكونغرس واضح وصريح، وقد اقترن القرار بالموافقة على المرشح الوحيد لاستضافة كأس العالم 2030. ستشارك إسبانيا والبرتغال والمغرب في استضافة كأس العالم في مشروع يضم 6 دول، حيث تحصل كل من الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي على واحدة من 104 مباريات. وسيصادف الارتباط بأمريكا الجنوبية الذكرى المئوية لاستضافة أوروغواي لأول كأس عالم في عام 1930. قال الدولي الجزائري رياض محرز مهاجم نادي الأهلي إن استضافة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية ستكون فرصة رائعة للعالم لتجربة كرم الضيافة في المملكة. وكان نجم الدوري السعودي للمحترفين يتحدث في اجتماع الاتحاد السعودي لكرة القدم في جدة يوم الثلاثاء، حيث التقى باللاعبين الطموحين من مراكز التدريب الإقليمية. وتأتي تعليقاته عشية إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن الدولة المضيفة لكأس العالم 2034. وقال محرز إن استضافة كأس العالم تمثل فرصة رائعة للعالم ليشهد لطف وكرم ضيافة الشعب السعودي. ستستضيف عدة دول البطولتين المقبلتين لكأس العالم، ففي عام 2026 ستستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا البطولة، وفي عام 2030 ستستضيفها المغرب وإسبانيا والبرتغال. وأضاف محرز: كأس العالم في السعودية ستجمع العالم في بلد واحد، فالسعودية بلد كبير قادر على الترحيب بالجميع وتوفير تجربة رائعة. أتخيل أنه خلال 10 سنوات سيكون الأمر مذهلا للعالم أجمع. أنا متحمس للغاية وأتطلع إلى رؤية جميع المشاريع المستقبلية. كما سلط نجم مانشستر سيتي السابق البالغ من العمر 33 عاما الضوء على ثقافة كرة القدم والجمال الطبيعي في البلاد. وقال: لا أعتقد أن الناس يدركون مدى الشغف بكرة القدم في المملكة العربية السعودية. هناك العديد من الأندية الكبرى التي تتمتع بقاعدة جماهيرية ضخمة. لن تتمكن من تخيل جمال المملكة العربية السعودية حتى تأتي إلى هنا وتشاهدها بنفسك. كريم بنزيمة يدعم ملف استضافة السعودية لكأس العالم. أبدى نجم الدوري الفرنسي والسعودي للمحترفين كريم بنزيمة ثقته في جاهزية السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2034 خلال لقاء جمعه مؤخرا بمجموعة من اللاعبين الشباب في جدة. التقى الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 بمتدربين من مراكز التدريب الإقليمية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم في نهاية الأسبوع، وأكد على أهمية التنمية الشعبية في بناء جيل كروي تنافسي. وأشاد بنزيمة الذي انضم إلى نادي الاتحاد في عام 2023 كجزء من جهود المملكة العربية السعودية للارتقاء بمشهد كرة القدم بالتحول الذي تشهده البلاد، ووجه دعوة مفتوحة لشعوب العالم لتجربة ثقافتها.
وقال: أنصحكم بزيارة السعودية، ومن لديه فكرة مسبقة فليأتي بنفسه، فهي دولة رائعة. وأشاد المهاجم أيضا بالتزام الأمة برعاية المواهب الكروية الشابة، قائلا: كرة القدم السعودية تتطور، وأنا واثق من أنه بعد 10 سنوات ستكون المملكة العربية السعودية مستعدة تماما لكأس العالم. يبدأ التدريب والتطوير مع اللاعبين الشباب، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية: إنشاء جيل قادر على الوصول إلى أعلى مستوى. تعد المملكة العربية السعودية المتقدمة الوحيدة لاستضافة كأس العالم 2034، وتهدف إلى أن تصبح الدولة الثانية في الشرق الأوسط التي تستضيف البطولة بعد المنافسة في قطر في عام 2022. وقد شرعت المملكة في تنفيذ استراتيجية طموحة لتطوير الرياضة في إطار رؤيتها 2030، حيث استثمرت بشكل كبير في الدوريات المحلية والبنية التحتية وبرامج الشباب. ومن المتوقع الإعلان رسميا عن الدولة المضيفة لكأس العالم 2034 هذا الشهر، حيث تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة أكبر حدث كروي في العالم.